السلام عليكم. تعال تخيل كده إنك ماشي في الصحراء، أرض واسعة مليانة رملة وما فيهاش ولا بيت، والشمس فوق راسك حارقة، والرياح جافة، والسما ما فيهاش غيمة تضلل عليك حد. وسط المشهد ده سيدة بسيطة راكبة دبة. الدبة دي ممكن نقول جمل أو حمار، ضعيفة، ومعاها طفلها الرضيع. الولد بيعيط من الجوع وهي مش عارفة تعمل إيه. وصلت مكة. السيدات اللي معاها كل واحدة بتاخد طفل من بيت غني، طفل وراه أب، وراه فلوس، ووراه حماية. لكن في طفل صغير واقف جنب أمه آمنة بنت وهب. محدش راضي يقرب له. ليه؟ لأنه يتيم ملهوش أب. لكن هو في الحقيقة مش طفل عادي، ده الطفل اللي ربنا اختاره يكون نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. والسيدة اللي هتاخده حياتها كلها هتتقلب رأسا على عقب، من فقر وضيق لبركة وخير عمرها ما شافته قبل كده. هي دي بقى القصة، قصة حليمة السعدية. أول حضن يحتضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أمه آمنة بنت وهب. العرب في مكة كان عندهم عادة بيبعتوا أطفالهم للبادية. طيب البادية دي صحراء بعيد عن زحمة المدينة. طيب ليه؟ علشان يتربوا في هوا نقي بعيدا عن الأمراض اللي في المدينة، يتعلموا الفصاحة في الكلام، والكلام يكون صحيح من البدو اللي هناك، وجسمهم يتقوى وسط حياة خشنة وقسوة. وكانت قبيلة بني سعد من أشهر القبائل اللي بتاخد الأطفال دول، واللي اتربى عندهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعدين: أنا أفصح العرب، أنا من قريش، بس نشأت في بني سعد. وده يوضح قد إيه النشأة دي أثرت في لسانه وكلامه. السنة دي كانت صعبة، المجاعة ضربت البادية. خرجت مجموعة من السيدات من بني سعد، كل واحدة راكبة الدبة الخاصة بيها ومعاها جوزها، يمكن يدوروا على مين يرضعوه من أطفال مكة. وسطهم كانت حليمة مع جوزها الحارس وابنها الصغير. هي بتحكي ناقتها هزيلة ومش قادرة تقف على رجليها، وحمارها أبطأ من بقية الداب اللي موجود معاها في المجموعة، وصدرها ناشف مفهوش لبن، والولد طول الليل يعيط. وصلوا مكة. كل مرضعة خدت طفل من بيت غني، أما محمد صلى الله عليه وسلم محدش قرب له، يتيم هنستفاد منه إيه؟ حليمة فضلت للآخر ومش لاقية حد. قالت لجوزها: والله ما أحب أرجع من غير رضيع، خليني آخد اليتيم ده، يمكن ربنا يجعل فيه بركة. فوافق الحارس. ومن اللحظة دي بدأت الحكاية بتاعتنا. حليمة السعدية أول ما حطت الطفل في حجرها صدرها اتملأ باللبن. محمد صلى الله عليه وسلم رضع وشبع، وابنها كمان رضع كمان شبع ونام أول مرة من شهور ينام بالطريقة دي. وجوزها الحارس راح للناقة لقاها مليانة لبن بعد ما كانت ناشفة، شرب اللبن وشبع لأول مرة من زمان بعيد. وهم راجعين الحمار اللي كان أبطأ واحد بقى أسرعهم. كل اللي راكب على دابة استغرب: يا حليمة، مش دي نفس الدابة اللي جيتي بيها من أول ليلة؟ الدنيا اتبدلت خالص. وصلوا البادية والأرض ناشفة ما بتديش زرع. غنم الناس كلها ضعيفة، لكن غنم حليمة كانت بترجع شبعانة وبتدري لبن. الناس قالوا لراعي غنمهم: اسرحوا مع غنم بنت أبي ذؤيب. لكن مفيش فايدة، البركة كانت مع غنم محمد صلى الله عليه وسلم وبس. الطفل نفسه كان مختلف، هادي، ما بيعيطش كتير، وريحته دايما حلوة.
كأن في نور حواليه. كبر بسرعة، قوي وذكي، كلامه فصيح، أي حد يشوفه يحبه طبعا. البركة مش بس في الغنم، البركة في البيت كله. الأكل بيزيد والنوم يهون والهم بيخف، وكأن ربنا بيقول إن مع العسر يسرا. كبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجع لأمه، بس فضل فاكر حليمة دايما. بعد البعثة جت لي الرسول مكة، أول ما شافها قام على طول وقال أمي أمي، وبسط لها رداءها وأكرمها بالهدايا. وفي غزوة حنين لما جاءت قبيلة سعد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني سعد أنتم أهلي. شايف الوفاء؟ منسيش أول حضن رعاه بعد أمه. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو كنت مكان حليمة يا ترى هترضى تاخد الطفل اليتيم؟ طبعا مش هيجي ليك فلوس دلوقتي، ولا هتستنى الغنى الظاهر. بالنسبة لي ايه هي البركة؟ فلوس كتير، ولا راحة نفسية، ولا ستر وصحة، ولا رضا من الله؟ ايه اكتر درس شدك في الحكاية؟ رضا حليمة، ولا حنانها، ولا وفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليها؟ قصة حليمة السعدية مش مجرد حكاية مرضعة، دي رسالة من ربنا إن البركة مش بتيجي من المال، البركة بتيجي من اختيار الله. الطفل اللي الناس رفضته علشان يتيم هو نفسه اللي غير الدنيا كلها. ممكن تكون في لحظة ضعف وتفتكر إنك أقل واحد، بس مع الله اللحظة دي ممكن تبقى بداية أعظم بركة في حياتك. بشكركم من قلبي، استنوني في خطوة جاية بتنور قصتنا، قصة محمد رسول الله. شق الصدر، طفولة تحت رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله.